مرحبا بكم في قناة مستر دوم. اشترك بالقناة لمتابعة كل ما هو جديد. فيلمنا النهاردة بيتكلم عن محاولات أوروبا إنها تودي بعثات للفضاء عشان يكتشفوا إيه اللي هناك بالظبط، وبنشوف مجموعة من 6 أشخاص بيجهزوا نفسهم لرحلتهم للفضاء، وبنعرف إن اللي بيمول الرحلة دي هي شركة خاصة لأنها بتبقى عايزة تستكشف وتعرف كل حاجة عن كوكب المشتري، وبيبقوا عايزين يثبتوا إن المشتري ينفع يبقى فيه حياة ويبقى زيه زي كوكب الأرض. وبنتعرف على قائد المجموعة ويليام شو، والطيارة روزا ديسكي، وخبير العلوم دانيال، ومتخصصة علوم الأحياء البحرية كاتيا، ورئيس المهندسين أندريا. وبكده بنكون اتعرفنا على كل الفريق، وبنبدأ نشوفهم وهم عمالين يجهزوا نفسهم وبيتحركوا بالمركبة بتاعتهم، وبنشوف الكاميرات بتاعتهم بيتأكدوا إنها شغالة، وبتفضل تعمل شوية تشويش وبعدها بيقدروا يثبتوها، وبتبقى كل حاجة جاهزة وتمام بالنسبة لهم. وبعدها بنرجع للأرض وبنتعرف على سامانتا مديرة الشركة اللي هي ممولة المشروع وبتدعمه، وبنشوفها وبتبقى كده قاعدة في مقابلة مع الصحافة، وبتفضل تشرح لهم عن المهمة وبتحكي لهم ايه الغرض منها وايه اللي المفروض يحصل بالتفصيل، وبتفضل تقول لهم ان المركبة الفضائية دي من احسن المركبات اللي اتصنعت في التاريخ كله، وانها واخدة ارقام قياسية في السفر لمسافات بعيدة جدا في الفضاء. وبتفضل تحكي لهم انها في يوم كانت في رحلة في المحيط الاطلسي، وانها ساعتها جالها خبر من غرفة التحكم اللي موجودة في الشركة، وبيقولوا لها انهم فقدوا الاتصال بالطاقم اللي موجود على المركبة، وانهم في الاول افتكروا ان الارسال بس اتأخر مش اكتر، وان في عطل بسيط والارسال هيرجع تاني، بس لقوا ان الموضوع اكبر من كده بكتير، لان الارسال فضل 15 ساعة مفيش خالص، مقطوع بقى، ومفيش اي اتصال ما بينهم وما بين الطاقم، وما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. وبعدها بنشوف الفريق كله بيبقوا قاعدين مع بعض في مكان واحد، وبيبقوا قلقانين جدا ومبيبقوش على طبيعتهم، وبنعرف ان جيمس زميلهم مات، وبيبقى في فيديو كده محتفظين بيه بيثبت ان هو مات، وبيبقوا زعلانين جدا عليه ومتأثرين بموته. وبتفضل كاتيا تتكلم وتقول انها خايفة جدا من بعد ما جيمس مات، وانها حاسة ان الصح انهم ما يكملوش المهمة دي، وانهم المفروض يرجعوا، وبتفضل تقول لهم انها زعلانة جدا على اهل جيمس ومش عارفة هتقول لهم ازاي ان هو مات، وبيبقوا كلهم قلقانين من اللي هيحصل. وبعدها بنرجع تاني بالاحداث 19 شهر لورا، وبنعرف كل اللي حصل من قبل ما المهمة تبدأ أصلا، وبنشوف شركة أوروبا فينشر بتنظم لمؤتمر صحفي، وبتفضل تتكلم إنها هتطلع فريق اسمه يوروبا 1 للفضاء، وإن الشركة هي اللي هتمول المشروع كله، وإن العلماء بيأكدوا إن في حياة موجودة في كواكب تانية غير كوكب الأرض، وبيفضلوا يشرحوا المهمة بتاعتهم عبارة عن إيه. وبعدها بنشوف وكالة ناسا بتقيس درجة الحرارة في منطقة اسمها كونمارا كاوس، وبتشوف ان الكل متحمس جدا للمهمة دي، وبتبدأ المركبة انها تنطلق، وبتقدر انها تخرج من الارض بنجاح، والكل بيبقى قاعد على اعصابه، والمؤتمر الصحفي بيبقى لسه شغال وبيراقب اللي بيحصل خطوة بخطوة، وبيفضلوا يشجعوا كده في الفريق كله لحد ما بيعدوا مجال القمر بنجاح. وبعدها بنشوف الفريق وكل واحد فيهم بيعمل شغله اللي مكلف بيه في الرحلة، وبنشوف جيمس بيفضل يسجل فيديو وبيشرح فيه هما بيعملوا ايه دلوقتي بالظبط، وبيفضل يلف في السفينة كلها وبيفضل يشرح للناس كل أجزاء السفينة من جوه، وبيبقى متحمس جدا ومبسوط جدا، وبيفضل يصور شكله وهو بيطير في السفينة عشان مفيش جاذبية، وبيفضل يصور كل زمايله كل واحد منهم بيعمل ايه بالظبط. وبعدها بنروح للشهر 21 من المهمة، وبنعرف انهم بعيد عن الأرض حوالي 500 مليون ميل عن الأرض، وبنشوفهم على عكس أول الرحلة تماما بيبقوا فاقدين الشغف وحماسهم كله راح، وبيبقوا متوترين جدا. وبنشوف ويليام ودانيال بيفضلوا يتكلموا مع بعض عن مرض أندريا، وبنعرف ساعتها إن أندريا تعبان جدا، وإن تعب من ساعة كده ما جيمس مات ومحدش عارف يعمل له أي حاجة، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض إن المهمة دي بقت صعبة عليهم كلهم، وإنهم اتأثروا نفسيا بكل اللي بيحصل وما بيبقوش عارفين هيكملوا إزاي. وبنعرف في الوقت ده إنهم خلاص على مسافة قريبة جدا من مجال كوكب المشتري، وبيبدأوا كلهم يتحمسوا وبيبقوا مبسوطين جدا وحاسين أخيرا إن في أمل من الرحلة، وبيجهزوا نفسهم عشان ينفصلوا عن السفينة الرئيسية بتاعتهم ويكملوا بالجزء بتاعهم اللي هيدخلوا بيه كوكب المشتري. وبعدها بنشوفهم بيجهزوا نفسهم عشان ينزلوا بالمركب على السطح الجليدي اللي موجود، بس فجأة قبل ما ينزلوا بيلاقوا إن في إشعاع عالي جدا موجود في المكان اللي المفروض ينزلوا فيه، وبكده بيكون لازم يغيروا الخطة
وبيقرروا ينزلوا في مكان تاني بعيد حوالي 100 متر من المكان الأصلي اللي المفروض ينزلوا فيه يعني. وبيفضلوا يتكلموا إن ده هيبقى فيه خطورة عليهم وعلى السفينة بتاعتهم، وبيفضلوا يفكروا كويس مع بعض قبل ما ياخدوا الخطوة دي. وبعدها بنرجع للأرض وبنشوف الدكتورة أنجز اللي اتعرفنا عليها في أول فيلم، وبنلاقيها بتفضل تتفرج من بعيد على كوكب المشتري، وبتفضل تدعي إنه يبقى فيه أمل والمهمة دي تتنفذ والطقم يعني يبقى بخير، وإنهم يكونوا قدروا يوصلوا المشتري، لأنها ما بتبقاش عارفة تتواصل معاهم أبدا لحد دلوقتي. وبعدين بنشوف الفريق بعد ما بيقعدوا كام يوم على السطح اللي استقروا فيه، وبيكونوا عمالين يتناقشوا مع بعض عشان يشوفوا هيعملوا ايه اول ما يخرجوا بالظبط، عشان يبقوا منظمين ويعرفوا يطلعوا على كل العينات اللي محتاجينها، ويدوروا على كل العلامات اللي بتأكد ان في حياة على المشتري. وبيفضل دانيال يقول لهم ان الموضوع هيبقى صعب جدا وانهم مش هيقدروا يوصلوا للحاجات يعني بسهولة، لانهم نزلوا في مكان غير اللي المفروض كانوا ينزلوا فيه، وانهم هيتعبوا قوي عشان يوصلوا لأي حاجة. وبتفضل كاتيا كده تقترح عليهم انهم يدوروا تحت الجليد اللي موجود، لان دي الطريقة الوحيدة اللي هتنفع، يمكن يلاقوا اي حاجة. وفعلا بيقتنعوا بكلامها وبيبدأوا يحفروا تحت الجليد بالجهاز بتاعهم، وبيبقوا خايفين جدا لان السفينة بتاعتهم بتتأثر بالحفر اللي هم بيعملوه ده، وبتفضل تتحرك جامد وما بيعرفوش يتحكموا فيها. وبعد كده السفينة بتهدى وكل حاجة بترجع زي ما كانت، وبيحس ان كل حاجة ماشية زي ما هم عايزين، وبيكملوا الحفر تاني. بس بعدها بيحصل هزة اكبر من اللي قبلها، والسفينة بتفضل تتحرك جامد، وبيبقوا مرعوبين من اللي بيحصل وما بيبقوش فاهمين فيه ايه. وبعدها اندريا بيلاحظ ان في حاجة كده بتنور بره السفينة، وبيحس بحاجة غريبة وبياخد الكاميرا بسرعة عشان يصور اللي بيشوفه، بس للأسف ما بيلحقش والضوء بيختفي. وبيجري على زمايله وبيفضل يحكي لهم اللي شافه، وبيقول لهم انه شاف مصابيح بتنور زي اللمبة الليد كده على بعد 100 متر من السفينة، وانه ملحقش يصور اي حاجة واختفت قبل ما يصورها. وبيبقوا مستغربين جدا وبيفضلوا يتفرجوا ويراجعوا كل اللقطات اللي الكاميرات بتاعتهم بتصورها، وما بيلاقوش اي حاجة. وبعدها بيلاقوا ان اندريا وهو بيصور بالكاميرا حصل خلل وحصل تداخل اشعاعي، وان اللي حصل ده كله كان صدفة مش اكتر، وان مفيش اي اجسام مضيئة. وفجأة بتتعاطل كل الكاميرات واندريا بيشوف نفس الضوء تاني، وبيفضل يقول لهم، بس هما بيحسوا انه مش طبيعي وبيفتكروا انه بدأ يهلوس وبيشوف حاجات مش موجودة. وفي الليلة دي بنشوف ان اندريا ما بيعرفش ينام وبيفضل صاحي طول الليل، وبيفضل يفكر في اللي شافه، وبيفضل يدور على طريقة عشان زمايله يصدقوا كلامه. وبعدين بتشوف بعد وقت طويل جدا من الحفر بتقدر الآلة بتاعتهم انها تخترق الجليد كله، وبتوصل للطبقة اللي هيعملوا عليها الاختبارات بتاعتهم، وبيبقوا مش مصدقين اللي بيشوفوه، وبيلاقوا ان في مية فعلا على كوكب المشتري وان نسبتها كبيرة جدا. وبيبقوا مذهولين من كل ده، وبتفضل كاتيا تشرح لهم لانها عالمة الاحياء، وبتقول لهم ان عمق المحيط اللي لاقوه حوالي 100 كيلو متر، وبتفضل تشرح لهم كل حاجة لقيتها. وبعدها بيحددوا المسار بتاعهم، بس بيلاقوا ان في انشطة حرارية مش متوقعينها موجودة في مكان قريب منهم. وبعدين بينزلوا روبوتات عشان تجمع كل العينات اللي هم محتاجينها، وساعتها بيسمعوا اصوات غريبة جدا في المكان، وبيحسوا انها ممكن تبقى اصوات صدى الجليد اللي هم اخترقوه مش اكتر. بس الاصوات بتفضل تعلى اكتر واكتر، وبتشك كاتيا ساعتها ان الصوت ده جاي من المحيط من تحت، وانه مش صوت الجليد زي ما كانوا فاكرين. وبيخافوا جدا وبيجهزوا نفسهم عشان يلموا العينات بسرعة ويمشوا من المكان. والصوت بيزيد اكتر والاشعاع بيعلى جدا في المكان كله، وبيلاقوا حاجة كده بتنور جامد زي ما كان اندريا بيقول لهم. وفجأة حاجة بتخبط في العدسة بتاعة الجهاز بتاعهم، والعدسة بتتحطم، وبيفقدوا السيطرة على الجهاز خالص، وما بيبقوش عارفين يتحكموا فيه، وما بيبقاش قدامهم أي طريقة يلموا بيها العينات غير إنهم يمشوا على السطح لمسافة 100 متر ويقربوا من المنطقة اللي كان المفروض يعني ينزلوا فيها. وبتفضل كاتيا تقنعهم إن هي اللي تخرج وتلم العينات كلها، وبتفضل تقول لهم إنها تقدر تعمل كده، وبيبقوا رافضين إنها تعمل كده، وبيفضلوا يتكلموا عن الخطر اللي هيقابلهم، وإن الإشعاع ده خطر جدا عليهم وممكن يموتهم، وبيفضلوا يفكروا هيعملوا إيه. وبيرجع بينا الوقت لشهر 6 من المهمة، وبنشوف إن جيمس بيبقى لسه عايش ساعتها، وبيفضل يصور كل الأنشطة اللي بيعملها طول اليوم عشان يوريها لعيلته، وبيبقى متحمس جدا ومبسوط. وفجأة السفينة بتتعرض لعاصفة شمسية كبيرة، وبيحصل إشعاع جامد وبيبوظ حاجات كتير في السفينة، وساعتها بيفقدوا الاتصال أو كل الاتصال بمراكز التحكم اللي موجودة في الأرض، وما بيعرفوش يتواصلوا مع أي حد خالص. وعشان كده بنعرف إيه السبب إنهم مش عارفين يتواصلوا معاهم، وتبقى دي آخر مرة يعرفوا عنهم أي حاجة. وساعتها
بيبقى عندهم نقص جامد في الأكسجين وما بيبقوش عارفين يعملوا إيه، وبيعرفوا ساعتها إن لوحة الاتصال بتاعتهم اتدمرت وبيقرروا يصلحوها. وفي الوقت ده بتتحطم قطعة معدنية كبيرة وبدلة أندريا بتتقطع من كتر الضغط، وبيخس كل الأكسجين وما بيعرفش يتنفس. وجيمس بيقدر ينقذه في الوقت المناسب وبيدخله السفينة بسرعة وبيوديه الأوضة اللي بيظبطوا فيها الضغط. بس وهو بيدخله بيلاحظ إن الهيدروزين انتشر كله في كل مكان في البدلة، وبنعرف إن المادة دي مادة خطيرة جدا وممكن إنها تلوث كل الهواء اللي موجود على السفينة كلها، وبكده ممكن يعرض حياة كل زمايله للخطر. وبيحاول أندريا إن هو يساعده وبيقرر يقلعوا البدلة بتاعته ويتخلصوا منها، بس للأسف بيغمى عليه بسبب نقص الأكسجين. بيحس جيمس ساعتها إن مفيش أي أمل إن هو يعيش وينقذ نفسه. بيقرر إن هو يدخل أندريا السفينة بسرعة وبيرمي نفسه بره السفينة عشان يتخلص من نفسه وما يزيد زمايله معاه. وبيفضل يتكلم مع زمايله في لحظاته الأخيرة، وبيحاول ويليام إن هو ينقذه بس ما بيلاقيش أي طريقة، وبيفضل يعتذر له وبيودعه قبل ما يموت. وبيفضل جيمس يشكر أندريا إن هو حاول يساعده، وبيفضل يطلب من ويليام إن هو ما يزعلش وما يلومش نفسه لأنه عمل كل اللي عليه عشان يقدر يساعده. وبيفضل يتكلم على عيلته وبيفضل يقول لهم إنه بيحبهم جدا، وبيودع كل زمايله وأهله وبيموت. وبنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف إن الفريق كله بيجهز نفسه، بيخططوا إزاي ينزلوا على سطح المشتري من غير أي ضرر. وبعد مناقشات كتير ما بينهم بيقرروا إن كاتيا هي اللي هتنزل، وبيساعدها أندريا وروزا وبيلبسوها البدلة بتاعتها. وبنشوف دانيال وويليام وبيفضلوا كده يتابعوها من الكاميرات وبيتأكدوا إن كل حاجة تمام. وبتفضل كاتيا تتفرج على المناظر الطبيعية اللي هي شايفاها وبتبقى مذهولة جدا، وبتفضل تبعت لهم في عينات كتيرة ومن أماكن مختلفة، وبيشوف إن كل العينات سلبية. وبعد وقت كاتيا بتكتشف إن في كائن حي موجود تحت السطح زي الطحالب كده، وبتقول لزمايلها وبيبقوا مبسوطين جدا وفرحانين إنهم أخيرا لقوا أي دليل وإن كل تعبهم ده جه بفايدة. وبعدها كاتيا بتفضل تقول لهم إنها لقت منطقة بتنور برضو موجودة في الضلمة، وبتفضل تقول لهم إن اللي هي شايفاه نفس الوصف اللي أندريا قال إن هو شافه. وبتقرر إنها تقرب وتكتشف إيه ده. وبيشوف دانيال في الوقت ده إن الإشعاع الحراري بيزيد في المنطقة اللي فيها الضوء جدا، وبيفضلوا يقولوا لكاتيا إن ده خطر عليها، وبيطلبوا منها إنها تبعد عن المكان بسرعة وإنها لازم ترجع. بس قبل ما بترد عليهم الجليد اللي تحتها بينهار، وكاتيا بتقع وما بتلحقش نفسها، وبيفضلوا يتفرجوا عليها وهي بتقع لمسافة كبيرة جدا تحت السطح وما بيبقوش عارفين يوقفوها. وبعدها بيشوفوها وهي واقفة وبتبص لنور أزرق غريب قدامها، وفجأة بيتقطع الاتصال بيها تماما ومحدش بيبقى عارف أي حاجة عنها. وبيفضلوا يفكروا إن اللي هي شافته ده ممكن يبقى كائن حي وإنه اتحفز بسبب الضوء بتاع كاتيا وعشان كده هاجمها. وبعدها بيقرروا إنهم لازم يرجعوا الأرض ويعرفوا العالم كله بالاكتشاف العظيم بتاعهم. وبعدها بيجهزوا نفسهم عشان يرجعوا الأرض، وبتقابلهم صعوبات كتيرة جدا في الرحلة بتاعتهم. وبتفضل روزا وويليام يحاولوا إنهم يخلوا السفينة تبقى مستقرة لأن في محرك من المحركات باظ، وبيفضلوا يحاولوا إن الرحلة يعني بتاعتهم تكمل ويوصلوا بأي طريقة. وفجأة السفينة كلها بتقع وما بيعرفوش يتحكموا فيها وبتنزل جامد جدا بسرعة رهيبة. وبيقرر ويليام في الوقت ده إنه يقوم من مكانه ويستخدم درع كده معين بيستخدموه في الطوارئ عشان يقدر يقلل من اصطدام السفينة، وبيقدر إن هو ينقذ السفينة وزمايله كلهم. بس للأسف بيموت وجسمه ما بيقدرش يتحمل الضغط، وساعتها بيعرفوا إن السفينة بتاعتهم نزلت في المكان اللي كانوا المفروض ينزلوا فيه في الأول أصلا. وبيفضل أندريا يقول لهم إنهم بيفقدوا الحرارة والأكسجين وإنهم بالشكل ده ممكن يموتوا كلهم. وبالرغم من كل ده روز وأندريا بيبقى عندهم أمل إنهم يفضلوا عايشين ويكملوا في التجربة بتاعتهم. وبعدها الجليد بيفضل ينهار في المكان وبيخلي السفينة تفضل تتهز وبيحصل فيها أضرار كتيرة جدا، وبيبقوا مضطرين إن لازم 2 منهم يخرجوا عشان يصلحوا الحاجات اللي باظت. وبيقرروا إن أندريا ودانيال هما اللي يخرجوا، وبيلبسوا البدل بتاعتهم وبيخرجوا وبيحاولوا يصلحوا الخزان بتاع الوقود. وبنشوف روزا في الوقت ده بتقدر تصور كل اللي بيحصل فيديو عشان لو ما يقدروش يعيشوا ويوصلوا الأرض الناس تقدر تعرف اكتشافهم في يوم من الأيام وتعبهم يعني ما يروحش على الفاضي. وفي الوقت ده دانيال بيحاول يفتح أوضة الضغط، وقبل ما بيدخل بيحصل حاجة غريبة جدا وبيبقى حواليه ضوء من كل مكان والجليد كله بيتصدع وبيختفي دانيال وما بيبقاش ليه أي أثر. وبيفضل أندريا يحكي لروزا كل اللي شافه وإنه خلاص مش هيعرف يوصل ليه تاني، وبيكون كده كل الفريق ماتوا وما بيفضلش غير روزا وأندريا هما الوحيدين اللي بيفضلوا عايشين وما بيكونوش قادرين إنهم يصلحوا السفينة.
ومن الآخر كده بيفقدوا الأمل فيها خالص، وبيفضلوا يدوروا على بديل وبيحاولوا كده يصلحوا الاتصال بالسفينة الأساسية بتاعتهم، وبيفضلوا يحاولوا إنهم يعملوا ده، وروزا بتفقد الأمل وبتقرر تسلم نفسها خلاص وتستنى الموت. وبيفضل أندريا يحارب لحد ما بيقدر بعد فترة إن هو يوصل للسطح، وبيبدأ ينقل الأجزاء الخاصة بدعم الحياة للوحة الاتصال الأساسية. وفي الوقت ده بيظهر ضوء أزرق غريب تحت الجليد، وبيفضل يقرب من أندريا وما بيقدرش يهرب منه. وبتقرر روزا في الوقت ده إنها تفتح أوضة الضغط وتصور شكل الحياة اللي موجود على المشترى، بما إنها كده كده هتموت. وبتفضل تصور كل اللي بيحصل، وبنشوف السفينة وهي بتنزل كلها في الجليد، وبتفضل تتملي كلها بالمية، وبنشوف الضوء الأزرق وهو عمال يتحرك في كل مكان في المية، وبنعرف إنه كائن حي غريب وشكله غريب جدا، وإن شكله شبه الشكل الأخطبوط جدا، وبيطلع نور عالي جدا ولونه غريب، وبيفضل يقرب من الكاميرا لحد ما بيكسرها. وبعدها بنشوف الدكتورة أنجز وهي بتقول لكل الصحافة إن المهمة بتاعتهم اكتملت، وبتفضل تشرح لهم إزاي كل أفراد السفينة ضحوا بنفسهم عشان ينفذوا المهمة دي، ويثبتوا للعالم إن في حياة على كوكب المشترى، وإنهم اكتشفوا إن في مخلوق غريب عايش على الكوكب، وإن هو بيقتل أي حد بيشوفه وبيحاول يقرب منه. وبيخلص الفيلم وبنفضل نتفرج على صور للفريق كله متصورينها مع بعض في أول المهمة بتاعتهم، وبيبقوا مبسوطين جدا ومتحمسين وكلهم أمل. وبس كده بيكون خلصنا قصتنا، وأشوفكم في قصة جديدة. سلام.